السلام عليكم. عمرك وقفت كده وسألت نفسك إحنا ليه هنا؟ إيه اللي حصل قبلنا؟ وليه العالم ماشي بالشكل ده؟ ليه في حضارات اختفت؟ وليه برضه حروب قامت ومات فيها ملايين؟ ليه التاريخ بيكرر نفسه تاني لما تقرأ عن ممالك كانت فوق الكل وفجأة اختفوا من الوجود؟ أو قائد بقرار واحد غير مجرى التاريخ، أو شخص بدأ من الصفر وبقى إمبراطور. ساعتها بس هتفهم إن التاريخ مش حواديت ومش قصص بنحفظها في المدارس. التاريخ مرآة بنشوف فيها احنا مين ورايحين على فين. علشان نفهم أصلنا، نعرف احنا جايين منين، ونتعلم ايه اللي حصل قبلنا، الغلطات اللي اتكررت، والناس اللي غيرت العالم بقرار أو حتى بفكرة أو برضه بكلمة. في سر حضارة سقطت، أكيد محتاجين نعرف ليه، وحروب اشتعلت ومين بدأها، وواحد كان سجين وبقى قائد إزاي. أكيد مع الوقت هنعرف. دي مش حواديت زي ما قلنا، دي دروس في كل سطر. بنحتاج نعرف إيه اللي حصل زمان بيتكرر وبيحصل تاني بأشكال جديدة بنفس الفكرة. حروب، خدع وخيانة وطمع وحتى بصيص الأمل. واللي مش فاهم تاريخه هيغلط نفس الغلطة مرة ورا التانية. التاريخ مش ماضي وخلاص، ده دليل بيفهمك الحاضر وبيساعدك تخطط لقدام. اللي بيقرأ التاريخ بيعرف ياخد القرار الصح وفي الوقت الصح. لو كنت عايش في زمن الفراعنة كنت هتبقى مين؟ ولو رجعنا لحرب حصلت من 100 سنة فاتت كنت هتاخد صف مين؟ تفتكر لو الناس قرأت التاريخ صح كان العالم هيبقى شكله عامل ازاي؟ ليه في ناس بتحاول دايما تمحي التاريخ؟ وانت نفسك تعرف ايه من اللي حصل قبلنا؟ التاريخ مش كتاب قديم ولا مادة عشان ننجح فيها وننساها. التاريخ إلا ما هو مفتاح كل حاجة بتحصل حوالينا. لو عايز تفهم تعال نبدأ الرحلة سوا، من أول الحضارات القديمة لحد يومنا ده. من قادة غيروا مصير شعوب، لأبطال ما كانش حد يعرفهم بس عملوا اللي ما يتنسيش. تابعني دايما في اللي جاي، هننزل كل جديد، هنفتح باب جديد من أبواب التاريخ. هتشوف بعينك إزاي الماضي لسه حي حوالينا. ما تنساش كل خطوة لورا هي خطوة لقدام، وكل حكاية قديمة فيها عبرة لزمننا اللي احنا عايشين فيه ده. وخليك دايما فاكر اللي مش عارف تاريخه مش هيعرف يكتب مستقبله.